مرحبا بكم بقناة أسهار سومرية. طبختنا اليوم الباكة العراقية على أصولها. اليوم راح نطبخ الكراعين أو المقادم، وراح أحشي وياها الكبايات أو الكرشة، وأحشي وياها المنابير أو المصارين. العجل أو البقر راح نطبخها بطريقة سهلة وبسيطة، ومثل ما تشوفون ذايبة ذوبان وطعمها طيب، وإن شاء الله تعجبكم. أعزائي، إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة حتى يوصلكم الإشعارات الفيديوهات اللي أنزلها. وهسه تعالوا وياي نشوف الطبخة والمقادير وطريقة العمل. بالبداية استعملت هنا كراعين أو مقادم بقر أو عجل، وهنا نصف كيلو من اللحم المثروم. هنا عندي ثوم ونومي بصرة وبصلة. هنا بهارات أي نوع تحبون. استعملت هنا 7 بهارات مع فلفل الأسود، وهنا تمن منقعته كوبين، وهنا عندي كرشات ومنابير غسلتهن بشكل جيد وعقمتهن بالخل والليمون. راح أجهز هسه الحشوة اللي أحشي بيها الكبايات أو المنابير. خليت هنا نص كيلو من اللحم المثروم ويا كوبين من الرز أو التمن، أخلطهم سوا. راح أضيف عليها البهارات 7 مع الفلفل الأسود أو أي بهارات أنتم حابين تستعملونها. راح أضيف هنا الملح، ملعقتين من الملح، وأخلط المواد كلها سوا. هنا راح أبدي أحشي المنابير أو المصارين. استعملت هنا الفوهة أي بطل خالي. ناخذ الفوهة مالته ونخليها بمقدمة المنابير أو المصارين، أحشيها كمية قليلة، وهذا هو شكلها. بعدين راح أخذ من الكرشات اللي خيطتها من الجانبين، وتركت هاي جانب مفتوح حتى أقدر أحشي بيها كمية من اللحم والتمن. طبعا ما أمليها وهواية، أخلي لها نسبة قليلة، لأنه ورا ما تغلي راح يتضاعف حجم التمن ويا اللحم. وهنا خذيت وحدة ثانية راح أحشيها، خيطتها من الجانبين هم. خلي بداخلها نسبة قليلة شوية من الحشوة، وأبدي أضغطها بهاي الطريقة، أساويها من كل الجوانب، وأخلي لها جهة. يعني راح أكمل البقية على نفس الطريقة. وهناك من بعد ما كملت الحشو المنابير وهذه الكرشات، وبالنسبة لهذه الفتحة اللي خليتها راح أبدي أخيطها. أسد هذا الجانب واستعمل خيط أبيض، ما استعمل أي خيط ملون لأنه يكون غير صحي. أحاول أسد كل الثقوب المفتوحة من الجانب.
وأربطه بالنهاية، أرجع عليه مرتين وأترك مسافة للخيط حتى من تغلي وتستوي من أطلعها أقدر أسحب الخيط بكل سهولة. هاي مسافة الخيط. هنا بقدر على النار أنزل الكراعين حتى أخليها تغلي. راح أضيف لها 3 ورقات من الغار وحبات من القرنفل وملعقة من خل التفاح حتى تتعقم وما تبقى بيها أي زفارة. وبعدين راح من بعد ما غلت راح أتخلص من كل هذا الماء وأغير لها ماء جديد وأنزلها عليه وأخليها تغلي على جانب. بحلة ثانية أو بقدر ثاني راح أضيف ورقات قرنفل وورقات من الغار وحبات قرنفل والقليل من الخل، وأنزل عليها هذه الكرشات اللي حشيتها أو الكيبايات. أخليهن يغلن وبعد ذلك أبدي أشيل وحدة وحدة من هذا الماء اللي غلت فيه وخليهن كلهن بسلة وأتركهن على جانب. وهم فورت ماي بقدر ثاني وضفت له حبات قرنفل وورق غار وملعقة من خل التفاح وراح أنزل عليها المنابير أخليها تغلي وبعدين أتخلص من الماي كله وأسخن لها ماي جديد أو أضيفها ويا الكراعين والكرشة. هذه من بعد ما فارت وطلعتها على جانب، بعدين شلتهم ورجعتهم على الكراعين والكرشة حتى يستوون كلهم سوا، لأن أنا طبخت الكراعين بالبداية قبل ساعة، بعدين نزلت عليهم المنابير والكرشة وأخليهم يغلوا لحد ما يستووا. من بعد ما استوى نزل عليهم الثوم مقطع شرائح، بصلة مقطعة وحدة، نومي بصرة 2، طماطية وحدة، وبهارات. البهارات اللي متوفرة عندكم. أنا استعملت هنا كركم وكزبرة وكاري وفلفل أسود. راح أخلطها شوية مع البهارات وهنا ضفت لها الملح تقريبا ضفت ملعقتين واتركها على النار 3 ساعات واطفي عنها. هنا من بعد ما استوت حطيت قطع من الكراعين، حبيت اقدمها بهذه الطريقة حتى تبين قطع الكراعين والكرشة والمنابير او المصارين المحشية. انا بالعادة احنا تقديمنا نثرد خبز، يعني نقطعه ونحط فوقه الكراعين.
أعزائي إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.